في عام 1960 كانت فتاة مراهقة في رحلة تخييم مع 3 من أصدقائها عندما استيقظت على صوت خطوات في حوالي الساعة 4 صباحا، وبسبب عزلة موقع التخييم علمت على الفور أن هناك خطبا ما. حاولت إيقاظ أصدقائها فنهضوا بكسل متسائلين عما يحدث، وقبل أن تتمكن من الإجابة اخترق شيء صلب جانب الخيمة وأصاب أحد المراهقين بقوة قد تكون قاتلة. حاولوا بشدة الخروج من المدخل، لكن المهاجم واصل الضرب مما أجبرهم على البقاء في أماكنهم. ثم أخرج المهاجم سكينا وبدأ مجددا في تمزيق الخيمة، وبعد عدة ضربات تكونت فتحة كافية ليستطيعوا المقاومة. بذلوا أقصى جهدهم، لكنهم وقد فاجأهم المهاجم ومتشابكين في بقايا خيمة ل4 أشخاص لم يتح لهم القتال بشكل عادل. لكن أحد الأولاد نيلس غوستافسون لمح المهاجم للحظة. كان رجلا يرتدي السواد وتلمع عيناه بالحمرة، وقبل أن يتمكن من التعرف عليه ضربه المهاجم على رأسه وأغمي عليه. ضع لايك واشترك في القناة وعلق بتم ليصلك الجديد. عثر على غوستافسون فاقدا للوعي صباح اليوم التالي، وعلى وجهه كسور شديدة وجروح دفاعية. أما أصدقاؤه ال3 فلم ينجوا، وبسبب بشاعة الهجوم أصيب بفقدان الذاكرة. واسترجعت تفاصيل هذه القصة إما بتحليل الأدلة أو بالتنويم المغناطيسي، وهو أسلوب ذو مصداقية متذبذبة. وبعد عقود أدركت الشرطة أن روايته كانت مشكوكا فيها، فهو الناجي الوحيد، ولم تصب ساقاه بجروح السكين كما أصيب أصدقاؤه. كما وجد حذاؤه مخفن جزئيا على بعد نحو 500 متر وملطخا بدماء أصدقائه. أفضى ذلك إلى محاكمة خلصت إلى إعلان براءته. ولكن إن لم يكن نيلس هو الفاعل فمن هو؟ لاحظ أحدهم في صورة من جنازة أحد الضحايا وجود رجل يشبه إلى حد بعيد الرسم التقريبي للمشتبه به، ومع ذلك لم يتمكن أحد من التعرف عليه بثقة. واحد من أبرز المشتبه بهم كان هانس أسبين، الذي زعم أنه زار المستشفى صباح اليوم التالي وهو مغطى بالدماء، كما كان متورطا في جريمة قتل أخرى لم تحل. لكن تبين لاحقا أنه كذب بشأن عدة تفاصيل رئيسية، وكان لديه حجة واثقة. وعلى الرغم من تعدد المشتبه بهم المثيرين، لم تتمكن الشرطة أبدا من القبض على القاتل الحقيقي.